في هذا المثال سوف نتعرف على كيفية إنشاء نماذج التنسيق الخاصة. فنفتح القائمة Format ونختار Styles and Formatting، فتظهر لوحة الوظائف Styles and Formatting، وبالضغط على مفتاح New Style سوف يظهر المربع الحواري New Style، فندخل الاسم الذي نريده للنموذج الجديد في الخانة Name، وليكن Custom Style 1. ومن القائمة Style Type نختار نوع النموذج الذي نريده، سواء Paragraph أو Character أو Table أو List. وسوف نبدأ بالتعرف على كيفية إنشاء نماذج التنسيق من النوع Paragraph، فنختار Paragraph، ثم نضغط على مفتاح Format ونختار Font، فيظهر المربع الحواري Font، فنقوم باختيار نوع الخط الذي نريده، ونختار أيضا حجم الخط والأسلوب Font Style، ونحدد لون الخط الذي نريده أو تعديل أي من خيارات هذا المربع الحواري، ثم نضغط OK ونختار Paragraph من القائمة Format، فيظهر المربع الحواري Paragraph، فنقوم بعمل إعدادات المحاذاة وغيرها من إعدادات هذا المربع الحواري الذي تعرفنا عليه من قبل، ونضغط OK. وبتشغيل الاختيار Add to Template سوف يتم إضافة هذا النموذج إلى النموذج الافتراضي Normal، وبالتالي سوف يكون هذا النموذج من نماذج التنسيق المتاحة للاستخدام عند فتح مستند جديد في البرنامج. وبتشغيل الاختيار Automatically Update سوف يتم تحديث المستند تلقائيا عند تعديل هذا النموذج مرة أخرى، ثم نضغط OK لحفظ الإعدادات الجديدة. والآن لتطبيق هذا النموذج نضع المؤشر داخل الفقرة التي نريدها، ثم نفتح القائمة Style ونختار النموذج الذي قمنا بإنشائه، فيتم تطبيق النموذج مباشرة على الفقرة الحالية. وإذا أردنا إنشاء نموذج تنسيق جديد باستخدام نموذج موجود بالفعل نضغط على مفتاح New Style من لوحة الوظائف Styles and Formatting، فيظهر المربع الحواري New Style حيث نقوم بإدخال الاسم الذي نريده في الخانة Name. ومن القائمة Style Based On نختار النموذج الذي نريد استخدامه، أو نختار No Style إذا أردنا إنشاء النموذج الجديد من البداية، فنقوم باختيار النموذج الذي نريد استخدامه، ثم نعدل المتغيرات التي نريدها من القائمة Format كما تعلمنا من قبل، ثم نضغط المفتاح OK لحفظ نموذج التنسيق الجديد. والآن سوف نتعرف على كيفية إنشاء نماذج التنسيق Character Styles، فنضغط على مفتاح New Style من لوحة الوظائف Styles and Formatting، ومن القائمة Style Type نختار Character. وعند فتح القائمة Format سوف نجد أنه لن يمكننا عمل سوى الإعدادات الخاصة بالخط Font واللغة Language ومفاتيح الاختصار Shortcut Key، فنختار Font ونقوم بعمل الإعدادات التي نريدها، فنحدد نوع الخط والحجم والأسلوب واللون، ثم نضغط OK، ثم نضغط OK مرة أخرى. وإذا أردنا تطبيق هذا النموذج مع الكتابات الموجودة في المستند فلا بد أولا من اختيار جميع الكتابات التي نريدها، ثم نختار النموذج من القائمة Pick Formatting to Apply،